انطلاقه ديال ادم بريكا المراوغه دائما محاوله سفيان بجديده تمريره فرصه ومحاوله لفائده الفريق المغرب الفاسي ترفعت كره راسيه والهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي. تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء تمريره من طرف ارتور كيفيليا هدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. تابعنا المرتد السريع وهذا هو اللي ذكرت بان المغرب الفاسي سيبحث عن المرتدات السريعه وهذا هو اللي تابعناه من خلال الصوره. لاحظوا كنقول بانه مرتد يعني تنفذ بطريقه ممتازه. تمريره في الجهه اليمنى عند اللاعب ادم بريكا شطات كره لسفيان بن جديده تمريره عند اللاعب ارتور رفع الكره واللاعب ادم بريكا كيوضع الكره في الشباك. لاحظوا المحاوله تمريره داخل منطقة الجزاء واللاعب ادم بريكا اللي انطلق بالكرة خد المكان ديالو داخل منطقة الجزاء. كرة بالرأس في مرمى وفي شباك فريق الرجاء المغرب الفاسي هو من تمكن من الوصول للمرمى وان كان 10 دقائق الاولى تابعنا فريق الرجاء كان يبحث عن الحلول ويبحث عن امكانية الوصول لمرمى صلاح الدين شهاب. فرحة كبيرة اللاعبين ديال فريق المغرب. الفردوسي نتابع الصورة من جديد تدخل امام الفردوسي وهذا هو اللي اعطى المرتد السريع اللي من خلاله فريق المغرب الفاسي سجل الهدف. اذا خطا لفائده فريق